السلام عليكم. وصفتنا لليوم معمول بجبن الكيري، عجينة مضبوطة جدا وممكن تعتمدوها للمعمول. وطبعا راح نشكلها بدون قوالب، والقوام ترف ويذوب بالفم. ويلا نشوف الطريقة. في البداية راح نحضر للعجينة. نحتاج 200 جرام زبدة بدرجة حرارة المطبخ. طبعا 200 جرام يساوي كوب كامل من الزبدة. نحركها شوي وبعدها نضيف ربع كوب سكر بودرة، وملعقة صغيرة من الفانيليا، و5 حبات من جبن الكيري بدرجة حرارة المطبخ. الحين نحركهم مع بعض حتى يذوب الجبن جوا الزبدة. ومجرد ما يتجانس الجبن مع الزبدة نبدي نضيف الدقيق. نحتاج كوبين من الدقيق الأبيض. الحين نحرك الدقيق مع خليط الزبدة حتى يختفي الدقيق. طبعا نعجنها شوي بس ما نبالغ بالعجن عشان ما يصير المعمول قاسي. وهذه العجينة صارت جاهزة. عجينة ناعمة، ممكن تتشقق شوي بس لما نضغطها بإيدنا ترجع ناعمة من جديد وسهلة التشكيل. الحين نخليها على جنب ونبدي نحضر للتمر. نحتاج أقل من نص كيلو تمر منزوع النوى. طبعا نضيف عليه ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة، ونضيف ملعقتين طعام من الزبدة. طبعا الزبدة ضرورية حتى لو كان التمر طري، لأنها ما راح تخلي التمر يلصق في الإيد وما يصير قاسي لما نحشيه للمعمول. ونحط 4 ملاعق من السمسم المحمص. نعجنهم مع بعض، وبعدها نشكل التمر إلى كرات صغيرة. طبعا حجم التمر أو حجم كرات التمر تكون مناسبة لحجم قالب المعمول. وهذا التمر صار جاهز. الحين نخليه على جنب ونبدي نحشي المعمول. ناخذ قطعة من العجين ونضغطها بإيدنا عشان ترجع ناعمة، ونفتحها ونحط حشوة التمر في الوسط. ولازم تكون حشوة التمر أصغر من العجينة عشان ما يتشقق المعمول جوا الفرن. الحين نلفها بإيدنا عشان ترجع من جديد ناعمة، ونحطها بالقالب إذا تحبوا. أنا شكلتها بالشوكة، أعتقد أسهل شيء ممكن تشكلوا فيه المعمول. ونحطها في صينية. وراح أسوي معاكم حبة ثانية. ناخذ قطعة من العجين ونضغطها بإيدنا حتى تنعم، ونفتحها ونحشيها بالتمر ونقفلها. ونرجع نلفها حتى ترجع ناعمة، ونشكلها بالشوكة. طريقة جدا سهلة وبسيطة سواء من العجينة أو من التشكيل. طبعا راح أكمل تشكيل المعمول وأرجع لكم. وهذا المعمول بعد ما خلصناه ندخلهم الفرن الساخن الرف الأسفل درجة 200 يحمروا من تحت. تقريبا راح ياخذوا 7 دقائق من تحت. بعدين نولع لهم الشواية عشان ياخذوا وجه ويكونوا جاهزين. وهذا المعمول بعد ما طلعناه من الفرن ما تتخيلوا ريحة المعمول جدا جدا مشهية. لاحظوا كيف قوام ناعم جدا ويذوب بالفم. إن شاء الله يكون الفيديو عجبكم، وأتمنى تجربوا الوصفة لأنها ناجحة 100% وما راح تخذلكم. أشوفكم على خير، مع السلامة.